السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في قناة ليو سبورت نيوز. وفي هذا الفيديو الجديد أولا أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا. سنتحدث في فيديو اليوم عن مباراة شباب بلوزداد ضد نادي رانجرز في إطار إياب الدور التصفيوي لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024، حيث انتهت مباراة الذهاب ب3-1 لصالح شباب بلوزداد. بينما هذه المباراة سوف تلعب بالجزائر بالملعب الأولمبي ببرجير بوهران. أما بالنسبة للمواجهات السابقة فقد لعب الفريقين مواجهة واحدة انتهت بفوز شباب بلوزداد ب3-1، وسوف تكون مباراة شكلية بالنسبة لشباب بلوزداد الذي ضمن تأهله تقريبا بنسبة 90%. وفي الأخير أشكركم مشاهدينا على مشاهدتكم لهذا الفيديو ودعمكم لنا.